السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة من سر الطبيعة مع أبو عيسى. أنا جاي النهاردة أقول لكم على زيت سحري محدش يعرف استخداماته غير حاجات بسيطة جدا، وإزاي يستخدموه كمان محدش يعرفه كتير. فوائده كبيرة وفوائده عظيمة جدا. إحنا هنختار فوائد بسيطة منه، إن إحنا لو اتكلمنا عليه هيقعد فترة كبيرة جدا بنتكلم على الزيت ده. الزيت ده موجود في كل بيت، بس ازاي نستخدمه بالطريقه الصح هنعرف. معاك ابو عيسى. هنتابع الحلقه للاخر عشان هقول لك على وصفه فعاله جدا للشعر والبشره من خلال الزيت ده. ايه هو الزيت اللي هنتكلم فيه؟ هو زيت القرنفل. كل الناس عارفاه ان هو زيت بيستخدمه لتسكين الام الاسنان، الكلام ده كله، لكن ليه فوائد تانية كبيره جدا محدش يعرفها. طيب الزيت ده بنجيبه منين؟ ده بيطلع من براعم زهرة القرنفل نفسها. بعد ما نجففه بنعصره، وبعد كده بيطلع لنا الزيت ده، ولازم يكون زيت نقي. الزيت ده غني بمادة اسمها الأوجينول. مادة الأوجينول دي الخواص بتاعتها إن هي مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات بشكل فظيع جدا. من زمان قوي بيستخدموه لعلاج مشاكل البشرة والشعر والأسنان طبعا. تمام. طب احنا هنتكلم فوائده ايه بالنسبة للشعر. فوائده للشعر ان هو بيزود نمو الشعر، فبالتالي بيزود الكثافه. زيت القرنفل بينشط الدوره الدمويه في فروه الراس، فبالتالي احنا بنزود كثافه الشعر وبنزود نمو الشعر. طيب ايه تاني للشعر؟ علاج للقشره. احنا قلنا ان هو غني بمضادات البكتيريا ومضادات الفطريات، فبالتالي لو في قشره فطريه زيت القرنفل بيقضي عليها تماما، وفي نفس الوقت بيقضي على الحكه كمان اللي موجوده في الشعر بسبب القشره. وبالتالي هو زي ما احنا بنقول، قلنا ان هو بيقوي البصيلات، فبالتالي بيكون مفيد جدا لو استمرينا عليه، ان هو بيخلي الشعر اقوى وانعم واكثف. طيب ازاي الوصفه نحضرها للشعر؟ بناخد معلقه صغيره من زيت القرنفل، وبناخد معلقتين من زيت جوز الهند او زيت الزيتون، وبنستخدمه على فروة الراس، وبندلك بيه فروة الراس كويس قوي لمدة 30 دقيقة، وبعد كده يتغسل. ده بنستخدمه من مرة لمرتين في الأسبوع، مش أكتر من كده. طيب بالنسبة لفوائده للبشرة، تعالى يا أبو عيسى قول لنا إيه فوائده للبشرة. أول حاجة بينقي البشرة بشكل فظيع. إزاي؟ إحنا قلنا إن هو غني بمضادات البكتيريا والفطريات، فبالتالي لو إحنا استخدمناه على البشرة بيقضي تماما على الحبوب، وبالذات الحبوب البيضاء اللي بتبقى مصاحبة ببكتيريا فيها، اللي هي بتبقى حبوب مليانة صديد، فلو استخدمته عليها هيقضي عليها تماما. طيب ايه تاني؟ هو بيحفز البشرة نفسها ان هو يطلع او يفرز كولاجين زيادة، فبالتالي يبقى انا كده بقضي على الخطوط الرفيعة والتجاعيد، يبقى كده بحافظ على البشرة كمان لفترة طويلة ان هي ما يظهرش عليها علامات السن المبكر. طيب نستخدمها ازاي للبشرة، او الوصفة نحضرها ازاي؟ بناخد نقطة واحدة بس من زيت القرنفل، وبنحط عليها جل الصبار او زيت الجوجوبا معلقة صغيرة، وبنسيبه على البشرة لمدة 10 دقايق، وبعد كده بغسله. بس اهم حاجة انا ما بستخدموش يوميا، انا بستخدمه مرة واحدة بس في الاسبوع بالنسبة للبشرة. خلي بالكم ان زيت القرنفل زيت مركز جدا، عشان كده لازم يتخفف واحنا بنستخدمه للبشرة، عشان كده بستخدم نقطة واحدة بس على تركيبة البشرة. وبنعمل طبعا اختبار حساسية في جزء بسيط من الجلد، نشوف اذا كان الجلد بيتحسس منه ولا لا. لو ما بيتحسسش منه يبقى توكل على الله ونستعمله، لو لقينا هو بيتحسس منه لا طبعا ما نستعملوش. طيب في احتياطات مهمة قوي لازم نخلي بالنا منها. اول حاجة زيت القرنفل لازم اكون واثق من مصدره، يكون المصدر بتاعه انا واثق فيه، عشان زي ما قلت ان هو بيتغش كتير جدا، وفي منه زيت مغشوش بشكل فظيع. لو عندك حساسية من الزيوت العطرية طبعا ما نستخدموش. الزيت عشان احافظ عليه واحافظ على مكوناته صح لازم احطه في مكان بارد وضلمه، يعني ازازه ممكن تكون بني مش تبقاش شفافه، ونحطه في التلاجة، تمام، عشان احافظ على المكونات بتاعته لفتره اطول. الوصفه دي لو الوصفات اللي احنا قلناها للشعر او للبشره استخدمناها لمده 3 اسابيع هتحس بفرق رهيب جدا ما بين قبل الاستخدام وبعد الاستخدام. في الختام
لو جربتي قبل كده زيت القرنفل، قولي لنا يا رب تشاركينا بايه النتائج اللي ظهرت معاكي. ولو ما جربتوش قبل كده جربي وصفاتنا وقولي لنا بعد اسبوعين النتيجه معاكي اخبارها ايه. ويا ريت تشاركينا وتشاركي زمايلك واصحابك اللي بيحبوا ان هم يستخدموا وصفات طبيعيه بعيده عن الكيماويات وعندهم مشاكل في الشعر والبشره اللي احنا قلناها، يا ريت يستخدموها. وما ننساش نعمل لايك للقناه، نشترك في القناه ونعمل لايك للفيديو ونفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده اللي هنتكلم فيها. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده وانا معاكم، وان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم. مع ابو عيسى، سر الطبيعه مع ابو عيسى. سلام.